السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا طريقة عمل البيتزا بالنقانق. عندنا كيلو من الدقيق كنت نخلاه، ودلوقتي بحضر في الخميرة الفورية بتاعتنا. حطيت كيس من الخميرة وعليه كوباية مية دافية ومعلقة من السكر، وهدوب ده واسيبه لحد ما يرتفع. عندي رشة من السكر، وعندي كيس لبن نيدو. اي لبن بودرة عندك تحطيه على كيلو الدقيق وتبتدي تقلبي فيه. وعندي مية دافية، يعني كنت مدفياها في الكتل، وابتدي انزل بيها وابتدي اعجن عجن كويس جدا. هنزل واحدة واحدة وابتدي اعجن. هبتدي ان انا اقلب فيها برضو. هنزل بشوية من المية الدافية اللي عندنا، ومجهزة ربع كوباية من الزيت. وطبعا كان عندي نقانق فراخ ونقانق لحمة مقطعهم شرايح رفيعة. دلوقتي هنزل بالزيت ربع كوباية، هنزل شوية شوية وابتدي اعجن تاني. وعندي المية الدافية برضو. دلوقتي هنزل بالخميرة اللي ابتدت ترتفع. هبتدي انزل بالخميرة واعجن لحد طبعا ما العجينة بتاعتنا تبقى لينة خالص. وده الشكل بتاعها بعد ما اتعجنت، واسيبها تخمر. هتاخد وقت تقريبا ساعتين. هغطيها واسيبها تخمر. دلوقتي عندي النقانق، انا مقطعه النقانق اللحمه والفراخ شرايح رفيعه. لو عندك مثلا هوت دوج، عندك لحمه مفرومه، عندك اي حاجه ان انت تعمليها تحشيها بيها. عندي ربع من الجبنه الرومي، انا ببشرها دلوقتي بالمبشره بتاعتي. انا بحب اجيبها قطعه واحده وابشرها، لانها بتبقى افضل، لانها بتبقى طازه واحسن يعني من المبشوره الجاهزه. دلوقتي العجينه بعد ما خمرت بختبرها اهي. هبتدي ان انا اقطع العجينه بتاعتي اهي، ده الخمر بتاعها. هنزل بيها اهي. هقطع الكيلو ده هيعمل لي 4 صواني حلوين يعني كبار. هبتدي ان انا اقرص فيها كده واحطها في الدقيق. لو عايزه تعمليهم على 5 بيتزات ممكن برضو هتقللي شويه في القطعيه بتاعتك، بس انا بعملهم على 4 بيتزات عشان انا الصواني عندي كبيره. هبتدي ان انا اقرص فيها، ودي اخر بيتزاية هنعملها. طبعا كان عندي طماطم وعندي فلفل وعندي زيتون مخلي، سواء اخضر او اسود زي ما تحبي. هدهن الصينية بتاعتي زيت، وعندي كيس من الصلصة. دي كل الحشوات بتاعتي. العجينة بتاعتي هنزل بيها دلوقتي على الصينية وابتدي افرد فيها لحد ما تتفرد خالص. طبعا عشان هي خمرانة بتروح وتيجي معاكي، بس طبعا لازم تفرديها خالص لحد ما تملي الصينية بيها. دي بعد ما انا فردتها على الصينية، وعندي كيس من الصلصة. او لو عندك برطمان صلصة برضه ممكن تحطي معلقتين، وتبتدي بالفرشة بتاعتك ان انت تدهني بيها لحد ما تملي كل الفراغات. وهتنزلي بالجبنة الموتزاريلا اول حاجة، ولحد ما تملي الصينية بتاعتك. يعني مش شرط ان انت جزء بسيط كده. وعليها برضو الرومي اللي انا بشراه. وعندي النقانق اللي هي اللحمة والفراخ، هبتدي ان انا انزل بيها. ابتدي ارصصها كده بطريقة معينة بالشكل ده. وبعد كده طبعا الطماطم بتكوني مقطعاها شرايح رفيعة، مقطعة الفلفل شرايح رفيعة. وعندك الزيتون المخلي، اللي بيحب الاخضر يحط، اللي بيحب الاسود. انا بحب الاتنين بصراحة، بيدي طعم احلى. طبعا ببتدي ان انا احط النقانق بتاعتنا. طبعا محدش بيختلف على البيتزا وجمال البيتزا. احنا طبعا اولادنا كلهم بيحبوا البيتزات، اي نوع من البيتزا. ده طبعا بعد ما خلصت كل النقانق اللي عندي. ودي الطماطم بتاعتي اللي انا مقطعاها شرايح رفيعة.
هبتدي ان انا انزل بيها واحدة واحدة، والفلفل الاخضر بتاعنا هنزل بيه برضو. العجينة بتاعتي لينة ازاي، ادي الفلفل هبتدي انزل بيه. واخر حاجة هنزل بيها هي الزيتون المخلي اللي عندي، انا بجيبه مخلي من اي ماركت وبنزل بيه في الاخر. وعندي الجبنة الموتزاريلا، عندي جبنة الميكس الجبن، عندك جبنة رومي. كل الجبن دي بتدي طعم وشكل وطعم جميل قوي للبيتزا بتاعتنا. كل ما بتحط لها يعني مجموعة من الجبن كل ما بتدي طعم احلى. ده الزيتون برضو برصصه واحدة واحدة كده، بحط من الاخضر وبحط من الزيتون الاسود، وبملى الاجزاء اللي ما فيهاش. يعني خدي بالك ان انت تملي الاجزاء اللي هي فاضيه والاجزاء اللي ما فيهاش. وفي الاخر بنزل بجبنه رومي برضو، الجبنه اللي انا لسه بشراها. وعندي برضو الجبنه الموتزاريلا دي هحطها في اخر حاجه. اضغط عليها ضغط كويس عشان طبعا تبقى ايه ماسكه في العجينه بتاعتي. ودي الجبنه الموتزاريلا هنزل بيها في الاخر، وده الشكل النهائي بتاعها. وهبتدي ان انا اقطع فيها بالشكل ده مثلثات. طبعا كان طعمها خطير جدا وطعمها خرافة، وده الشكل الجمالي النهائي بتاعي. هبتدي اطلع قطعة كده من البيتزا بتاعتنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك.